يعني خلاص فتوح قضيته النهارده خلصت وهيطلع براءة؟ كنت اتمنى والله، ولكن جلسة احمد فتوح اتأجلت لحد يوم 16/11. وتعالى اقول لك اتأجلت ليه. احمد فتوح كان جلسته النهارده في الموضوع طبعا اللي انتوا عارفينه، لما خبط الراجل وقتله بالعربية لما كان شارب حشيش. النهارده كانت الجلسة والجلسة اتأجلت ليوم 16/11 لان خلاص اهل المتوفي قبلوا الدية، والدية كانت 10 مليون جنيه عن طريق شيك من احمد فتوح. النهارده كانت الجلسة وخلاص مضوا على محاضر الصلح ان هم خلاص اصطلحوا كل حاجة، فاتأجلت لجلسة 16/11 للمرافعة. يعني المحامي بتاع احمد فتوح طلب من القاضي ان القضيه تتاجل للمرافعه ليوم 16/11. طب هو دلوقتي مش الناس خدت الديه؟ طب ليه بقى اجلها المرافعه؟ لان عنده قضيه تانية، يعني عنده قضيه التعاطي بتاع الحشيش، فدي طبعا لازم يترافعوا فيها. وقبل ما الجلسه تبدا اصلا، قبل ما المرافعه كمان تبدا، يعني الجلسه هتبدا وبعد كده هيبقى المرافعه. قبل المرافعه هيجي حد من اسره المتوفي وهيقولوا خلاص احنا صرفنا الشيك وخدنا فلوسنا وخدنا الدنيا. بناء عليه بقى القاضي ممكن يخلص القضيه بتاعه المتوفي بمثابه الديه، وممكن القاضي خلي بالك يحكم فيها برده مفيش مشكله، لان ديت فيها حقوق تانية ملهاش علاقه خالص بايه، بالديه. ولكن بنسبه كبيره خلاص موضوع الديه هيخلص موضوع القتل الخطا. هنيجي بقى للقضيه الثانيه اللي هي تعاطي احمد فتوح مخدرات. طب انت هتقول لي المحامي هيترفع في المخدرات بس؟ لا، ده لازم يترفع في القضيه ككل، سواء القتل ومعاها المخدرات. وان شاء الله ساعتها بقى ممكن يتحكم له بالبراءه، او ممكن برضه ياخد حكم. يعني مش معنى ان هو دفع الديه والناس قبلت الصلح ان احمد فتوح كده براءه، لا طبعا ممكن يتحبس برضه. كل الناس اللي بتسمع الفيديو لا عايز حد يشمت في فتوح ولا عايز حد برضه ينسى المتوفي، ولكن انا طالب منك كلمه واحده، ان انت تدعي للمتوفي ان ربنا يرحمه يا رب ويصبر اسرته، وفي نفس الوقت تقول ربنا يفك كرب فتوح. ما انت ما فيش في ايدك غير كده. ده اللي المفروض يا جدعان الناس اللي فاهمه والناس اللي متربيه صح تعمل.